في جرايم لما بتسمعها بتستغرب، وفي جرايم تانية بتخليك تقوم تتأكد إذا كان باب بيتك مقفول ولا لأ. لكن حلقة النهاردة مش مجرد ملف في الطب الشرعي، دي كارثة قلبت كيان الصعيد، وبالتحديد في المنيا بجانب قرية ببني مزار. أنا حازم درويش، ودي قناة شوف اللي حصل. وعايزك الأول تصلي على النبي وتذكر الله، وتجيب مشروبك وتركز معايا. ومن غير ما أطول عليك يلا بينا. اللي قدامك في الصورة ده هو محمد، وده اللي الحكاية كلها مربوطة باسمه من الألف للياء. احنا النهاردة مش في بني مزار بالظبط، لكن احنا النهاردة في قرية قريبة منها ب10 كيلو بس، اسمها أبو العباس. وطالما السيرة جابت بني مزار يبقى انت لازم تفتح مخك معايا وتستعين. صلي على النبي في قلبك ويلا بينا. تبدأ الحكاية في أواخر سنة 2009، وتحديدا يوم 21 ديسمبر في أحد قرى الصعيد بالمنيا، في قرية اسمها أبو العباس. كل أهلها ناس رجالة وشقيانين، معظم شبابها مسافرين ليبيا والخليج عشان يبنوا مستقبلهم. واللي قاعدين في قرية أبو العباس شغالين في الزراعة وتربية المواشي، ناس مكافحة جدا وناجحة. ونادر لما تسمع إن جريمة حصلت، بس المشكلة إن النفوس مش زي بعضها. وسط الشباب الناجح اللي بيبني طوبة فوق طوبة، نلاقي في الجانب التاني في شباب جوه منها غل وحقد، بيبصوا للي في ايد غيرهم بحسد. نرجع بالزمن ليوم الخميس 17 ديسمبر 2009. راضية الست اللي عندها 35 سنة راجعة من الأرض الزراعية اللي مأجرها هي وجوزها. ملامحها فيها شقة السنين، لكن دايما ابتسامتها فيها رضا ودايما على وشها. وعندها 3 أولاد، واللي كان أساميهم حسني وعلي وطه. أكبرهم كان عنده 9 سنين، والصغير يا دوب كان عنده 4 سنين. اليوم ده كانت راجعة ومعاها البقرة بتاعتها، كانت بتفكر تبيعها بس النصيب ما تمش. دخلت البقرة الزريبة ودخلت هي والولاد عشان يتغدوا. الساعة دقت 5 المغرب. الوقت ده في بيت راضية بيكون مقدس جدا، لأن بيجي لهم كل يوم خميس مكالمة مهمة من ليبيا، واللي بتكون من مبارك جوز راضية. مبارك ده مثال للرجل المكافح والمخلص، ومتجوز راضية من 10 سنين، ومعودهم إن كل يوم خميس لازم يتكلمهم يطمن عليهم، واللي مسافر عشان يجيب حتة أرض ملك ويبني مستقبل لأولاده. بس المكالمة المرة دي كانت طويلة شوية، وضحك مع الأولاد وضحك مع راضية، ووصى راضية على الأرض والتحويشة. راضية كانت هي الراجل في غيابه، بتدير الفلوس والبريد والمحاصيل بدقة ما كانتش موجودة عند رجالة كتير، لدرجة إنها بتعمل شغل 3 رجالة لوحدها. وعيلة مبارك كانت مترابطة لدرجة تخلي أي حاقد يتحرق من جواه. مبارك كان بيعتبر راضية هي سنده وأمانه في الدنيا، والمكالمة دي كانت هي الروح اللي بيكمل بيها أسبوع كامل في الغربة. بعد ما مبارك قفل المكالمة، راضية خدت الأولاد ونزلت تقعد مع جيرانها وأهل جوزها في الشارع. راضية كانت ست عشرية قوي، يعني اللي في قلبها على لسانها وبتحب الناس. قعدت تحكي بعفوية عن مبارك وعن الفلوس اللي بيبعتها، وعن ال 18,000 جنيه اللي محوشاهم من تعب الأرض والمحاصيل. الستات في القرية بيتعاملوا إنهم أهل، وإن الحكايات بتجيب بعضيها. لكن راضية ما تعرفش إن في وسط القعدة والضحك في عقل بيخطط وبيحسب كل جنيه بيتقال، وودانه بتسجل كل تفصيلة صغيرة. ويجي يوم الجمعة والسبت ويعدوا زي العادة ومفيش أي جديد يحصل. وزي ما احنا عارفين إن راضية كل يوم الفجر بتنزل الأرض بتشتغل فيها، ومع أذان العصر بترجع لعيالها تأكلهم وتراعي الزريبة. السبت بالليل يوم 20 ديسمبر نزلت قعدت مع الجيران، والأولاد بيلعبوا مع أصحابهم في الشارع لحد الساعة ما جت 8 بالليل، والجو كان برد وليل الشتاء تقيل. ويجي تاني يوم الصبح والشمس تنور قرية أبو العباس كالعادة، إلا بيت راضية، والبيت لحد خرج منه ولا دخل. والجيران بدأوا يستغربوا. راضية اللي كانت بتصحى أول حد في القرية ما ظهرتش ليه لحد دلوقتي. الساعة جت 5 المغرب والشارع لسه مش سامع حس الولاد. في النيابة لما سألوا الجيران انتوا ليه ما بلغتوش، قالوا احنا قلنا يمكن تعبانة او يمكن تكون نايمة، كمان ما حبيناش نزعجها لان هي ست لوحدها ومعاها 3 أطفال. يعدي اليوم والسكوت هو سيد الموقف، بس في حاجة غلط. راضية نظيفة جدا، مستحيل تسيب قدام بيتها مش نظيف كده. الكل بدأ يوشوش بعضه، والقلق بدأ ينتشر بين الجيران. البيوت في الصعيد بتبقى مكشوفة لبعضها، وغياب راضية كان ملحوظ، وكان بمثابة جرس انذار ان في مصيبة حصلت. وصلنا اليوم الاثنين والباب لسه مقفول، والهدوء بقى حاجة تخوف. والجيران المرة دي قالوا اكيد في حاجة غلط، وطلعوا يجروا على بيت اخو جوزها واللي كان اسمه اسماعيل، وقالوا له راضية مرات اخوك والعيال ما ظهروش من يومين والباب مقفول لحد دلوقتي. اسماعيل قلبه اتقبض وراح معاهم، قعد يخبط بكل قوته، بس ما كانش في حد بيرد عليه. الخبط بيزيد والصوت بيعلى، بس الرد الوحيد اللي كان بيجي من جوه هو صدى الصمت. اسماعيل ما لقاش غير حل واحد عشان يدخل البيت.
إنه يطلع سطوح البيت اللي جنبهم وينط على بيت راضية، لأن معظم البيوت كانت دور واحد ولازقة في بعضها. وعايزك تركز في المعلومة دي كويس. المهم إسماعيل قدر ينط ونزل من السلم وهو بينادي بوجع وخوف، وأول ما رجله لمست الأرض تحت في الصالة كانت الصدمة شلت حركته ولسانه، واللي هي انه شاف راضية مقتولة على الارض وغرقانة بدمها، ومنظرها كان يقطع القلب وصعب جدا انه ممكن يشيله من عقله. وكلامي هنا للناس اللي مرت وشافت حوادث قدام عينيها بتبقى من الصعب نسيانها لحد دلوقتي. صرخة هزت قلوب القرية كلها، وطلع يجري على السلم التاني وهو مش قادر حتى يبص لها من الرعب. الجيران اول ما سمعوا الصريخ عرفوا ان المصيبة حصلت جوه، والخبر طار في ثانية. وكانت الكلمة الوحيدة اللي بتتقال في البلد هي ان راضية اتقتلت يا خلق الله. رجال المباحث وصلوا والبيت بقى منطقة عسكرية من كتر رجال الأمن، ودخلوا يفتشوا الأوض. وهنا كانت الصدمة اللي بكت رجال الأمن. لحظة قبل ما نكمل، لو أعصابك لسه مستحملة مندمج في تفاصيل القضية، اثبت حضورك بلايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، لأن اللي اكتشفته المباحث بعد كده صدمة محدش كان يتوقعها. أول ما تخش رجال المباحث تلاقي ال3 أطفال محطوطين في أوضة واحدة، وال3 جثث هامدة ومتغطيين. آثار الذبح كانت واضحة عليهم كلهم إلا الصغير طه اللي كان باين عليه إنه هو اتخنق. بس المفاجأة الكبيرة إن المواشي والذهب كانوا موجودين، واللي عمل كده ما كانش جاي يسرق، وده اللي خلى القضية تروح في حتة تانية. والكل كان بيسأل مين اللي يقدر يذبح 3 أطفال وأمهم ويمشي بدم بارد. المشهد كان قاسي جدا على الضباط نفسهم، أطفال في عمر من 4 ل10 سنين نايمين في سرايرهم. الجريمة دي ما كانتش مجرد سرقة عادية، دي كانت إعدام لعيلة كاملة مع سبق الإصرار والترصد. تبدأ رجال المعمل الجنائي شغلهم، والبيت اتحول لمعمل جنائي ورفعوا كل البصمات وجمعوا عينات الدم اللي كانت مليانة أغلب أجزاء البيت. والملاحظة اللي نورت في دماغ رجال الأمن إن المجرم أكيد نزل من السطوح بنفس الطريقة اللي إسماعيل نزل بيها، والقاتل كان فيه حقد وغل غريب. المباحث قفلت القرية بالكامل ومفيش حد بيدخل أو بيخرج منها. التحقيقات كانت شغالة، وكل بيت في أبو العباس بقى تحت المراقبة، لأن القاتل أكيد واحد من أهل البلد، وواحد عارف المداخل والمخارج وحافظ كل تفاصيل البيت. الخبر وصل ليبيا لمبارك، وأول ما سمعه وقع من طوله. الراجل اللي كان بيحلم باليوم اللي يرجع فيه يلاقي مراته وأولاده لقى نفسه راجع من طيارة عشان يدفنهم. مبارك حجز ونزل مصر في أقل من 3 أيام، ودخل القرية وهو مش مصدق ولا مستوعب إن عيلته اللي كان بيكلمهم يوم الخميس اللي فات راحوا في غمضة عين. مبارك أول ما دخل بيته لقى كل حاجة زي ما هي، الستاير، العفش، حتى المواشي في الزريبة، مفيش مسمار ناقص. وهنا يجي أهم خبر لرجال الأمن. تقرير الطب الشرعي طلع، واللي قال إنها تعرضت لضربات ذبح وسكاكين في مناطق كتير في جسمها. ومعلومة للي ما يعرفش إن الحقيقة كانت أصعب بكتير من التقرير، بس التقرير لاحظ حاجة خلت الكل يحترم الست دي وهي ميتة، لأنهم اكتشفوا وهي بتموت كان في حالة مقاومة عنيفة جدا، وده كان باين من أنسجة جلد لقيتها دكتورة المعمل الجنائي تحت ضوافر راضية. أما الأولاد فذبحهم بأصعب الطرق، ما عدا الصغير اللي المجرم استسهل فيه وخنقه بايديه. وسط التحريات ظهر خيط غريب، رقم تليفون كلم راضية الله يرحمها يوم السبت الساعة 8 بالليل بالظبط. لما الامن تتبع الرقم لقوه انه طالع من كابين التليفون، وما قدروش يحددوا مين اللي كان على الخط. المكالمة دي كانت هي كلمة السر. يا ترى مين اللي اتصل براضية في الوقت ده؟ وهنا رجال الامن بدأوا يربطوا الخيوط ببعضها ويتأكدوا ان القاتل من جوه البلد، وانه كان بيتأكد ان مفيش حد غريب في البيت، وان راضية نايمة لوحدها بعد ما ناموا العيال. الامن بدأ يضيق دايرة المشتبهين، وقعدوا مع الجيران والستات اللي كانوا بيقعدوا معاها راضية، ومن وسطهم كان في الحاجة زهرة. وخليني اقول لك مين هي الحاجة زهرة. الحاجة زهرة دي ست عندها 70 سنة، وكانت ست عشرية لدرجة انها ممكن تعرف حاجات صحاب البيت ذات نفسهم ما يعرفوش عنها حاجة. وبسبب سنها الكبير كانت عندها خبرة في الناس وفي معادنهم، وكانت قريبة قوي من الست راضية. وقالت معلومة دخلت في ودن الضابط زي الرصاصة، قالت ان راضية دي بنت حلال وكانت ب100 راجل، وكان اللي في جيبها مش ليها. ولكن في نص الكلام قالت ان راضية كانت محوشة 18,000 جنيه في بيتها، وكانت ناوية تبيع الجاموسة وتشتري الارض بدل ما يأجروها عشان مبارك ينزل ويعيش معاهم بدل الغربة اللي اخدت عمره كله. المباحث حطت الحاجة زهرة وعيلتها تحت المراقبة، بدأوا يفتشوا في الدفاتر القديمة لكل اللي ساكنين حواليهم. والمباحث تبدأ تسأل عن اهل بيت الحاجة زهرة، وتقع عينيهم على ابنها محمد، واللي كان ظروفه المادية تحت الصفر بسبب انه مديون بمبلغ 41,000 جنيه وكاتب بيهم شيكات على نفسه. واللي اخطر من كده ان صاحب الفلوس جاله قبل الجريمة ب4 ايام وهدده انه هيرفع عليه القضايا وهيسجنه. ومحمد ببرود
اعصاب، وقعدوا ان خلال 3 ايام هيكون عندهم المبلغ بتاعه كله. وهنا رجال الامن وجهوا كل الشكوك لمحمد لانه بقى الدافع موجود والتوقيت متطابق. الامن استدعى محمد للتحقيق وبداوا يوجهوا له اتهامات ان هو اللي قتل الست راضيه. اتفاجئ من الاتهامات المتوجهه له وبدا يقول دول اهلي يا باشا وما اقدرش اضرهم، وازاي انا اعمل كده، وكمان في اطفال انا كنت بمثابه العم ليهم. في لحظه محمد اكد ان ليله الجريمه كان نايم في سريره وما خرجش، لكن محمد ما كانش يعرف ان رجال الامن اذكى منه بكتير وان مراته في الاوضه اللي جنبه بيتحقق معاها في نفس اللحظه. المحققين سابوه يتكلم ويكذب براحته عشان كل ده هيكون دليل ضده، وكل ما زادت الاقوال زادت الادله. وساعتها الشرطه المصريه تتاكد ان هو القاتل، وان ثباته الانفعالي ده مجرد قناع يقع من اول مواجهه بالادله اللي مسكوها عليه. والمفاجاه الصح اللي عايزك تمسك اعصابك معايا، مرات محمد لما رجال الامن ضغطوا عليها وخلوها تعترف بكل حاجه من اول جلسه تحقيق، وقالت ان محمد خرج ليله السبت وما رجعش منها غير متاخر، وكانت الجلابيه بتاعته كلها عليها بقع دم. ولما سالته كذب عليها وقال لها ان صاحبه خالد عمل حادثه بالموتوسيكل وكان معاه. الكلام ده نزل على دماغ محمد زي الصعقه لما عرف ان مراته هي اللي جابته الارض. في اللحظه دي رجال المعمل الجنائي واجهوه بالبصمه اللي لقوها في ضوافر الست راضيه الله يرحمها. هنا محمد ينهار ويبدا يعترف بكل حاجه حصلت في الجريمه، واللي هي حكى انه ازاي سمع امه وهي بتتكلم عن ال 18,000 جنيه اللي مع راضيه، وانها كانت ناويه تبيع البهيمه اللي تعمل لها في حدود 30 ل 40,000 جنيه، وانه خطط انه يجيب رقم تليفون راضيه من امه ويرن عليها بعد الساعه 11 بالليل، ولو ردت يبقى صاحيه وكل حاجه باظت، اما لو ما ردتش هنا بقى تكون نامت ويقدر يخش ينفذ اللي كان عايز يعمله. وبالفعل رن عليها من كشك في الشارع ومحدش رد عليه، وكان فاكر ان الكل نايم، وطلع فوق السطوح عندهم ونط من غير ما حد ما ياخد باله، بس شاف راضيه طالعه من الاوضه بدون اي سبب. ملحقش يستخبى وشافته وحاول يتهجم عليها، لكن كانت بتقاوم لحد ما طلع سكينه من جنبه وفضل يضرب فيها لحد ما وقعت من طولها، وهي بتطلع اخر نفس فيها كانت بتقاوم. وكمان بعد ما قتلها بعدد كبير من الطعنات ذبحها بدم بارد. ولما العيال صحوا على صوت امهم وهي بتعافر، غريزه القتل زادت عنده، وشاف الطفل الكبير اللي عنده 10 سنين بيجري عليه وبيضربه، قام ضربه بالسكينه ببطنه، واول ما مات نقله جنب الست راضيه وذبحه هو كمان، وهكذا الطفل التاني. لكن طه كان نايم ومصحاش على الاصوات، بس محمد يسيبه ازاي؟ جايب مخده ويكتم بيها نفسه، وذبح براءه الاطفال اللي كان بيقول عليهم في التحقيق انه كان بمثابه عم ليهم. اعترف بكل تفصيله مرعبه وندم ان ازاي قلبه ما طوعوش يرحم عياط الصغير طه اللي خانه بايديه. المأساة الكبيره في اعترافه ما كانتش بس في القتل، دي كانت في خيبه الامل. بعد ما قتل 4 انفس قعد يدور في البيت زي المجنون على 18,000 جنيه، لدرجه انه قال في التحقيق قعد 1.5 ساعة بيدور وما لقاش اي حاجه، لان راضيه كانت مخبيه الفلوس في مكان ما يوصلهوش الشيطان. وفضلت القضيه جوه المحاكم، وفي كل جلسه كان بيبقى فيها حكم. وبعد سنه من المحاكمات وفي يوم 14 سبتمبر 2010 الحكم العادل طلع باجماع الاراء، وبعد تصديق المفتي بالاعدام شنقا محمد خسر دنيته واخرته. وللاسف مرات محمد كانت حامل، وساب لابنه اللي لسه ما جاش سمعه سودا هتلاحقه العمر كله. وهنا هنزل الستاره على ابشع مذبحه في ابو العباس، وربنا يرحم راضيه واولادها ويصبر مبارك. طمع دايما نهايته سودا، وشوف اللي حصل دورها انها تعرض عليك الحقيقه زي ما هي. ايه اكتر تفصيله وجعت قلبك في قضيه النهارده؟ هستنى رايكم في الكومنتات. كان معاكم حازم درويش، بنتقابل في حكايه جديده وقصه جديده. سلام.